ازيكم يا حبايبي؟ النهارده جايبه لكم فكره حلوه قوي قوي لحفظ النعناع. هيفضل اخضر معاكي لمده 15 يوم. فكره عجبتني قوي، انا جربت جميع الطرق ما نفعش معايا وكان بيبوظ بسرعه وبيغمق. هجيب ازازه الميه العادي الصغيره دي البلاستيك، وهفتحها زي ما انتوا شفتوا كده بالسكينه اهي. بالطريقه دي سهله جدا. وبعد كده النعناع بتاعي يعني ما غسلتهوش ولا اي حاجه، ولازم كل حاجه تبقى ناشفه ما فيهاش ميه خالص. وهنشف الازازه كويس برضو. طريقه حلوه او مضمونه. بعد كده لو في ميه او اي حاجه في النعناع هتمسحيها بمنديل. طبعا هو بيجي من عند الراجل بيكون رشش عليه ميه، فيبقى في ميه كده بسيط. ونضفيه الاول وشيلي اي ورقه تكون بايظه، عشان لو في ورقه بايظه ولا ورقه غامقه هتبوظ لك النعناع كله. وهقص كده الحتت اللي من تحت. وبعد كده هحطه في الازازه. انا بنشفه كويس قوي. طريقه حلوه وناجحه. وممكن برضو تعمليها مع الخضره، تحفظي الخضره برضو بالطريقه دي. انا جربت اللي هو في العلبة وحط منديل من تحت ومنديل من فوق ومش عارفه ايه، برضو كان بيبوظ يعني في الثلاث ايام كان بيبقى دبلان وغامق وشكله مش حلو خالص، كان بيترمي على طول. لكن دي حلوة قوي بصراحة. بس وبتحطيه في التلاجة بيقعد معاكي ل15 يوم كويس. وبرضو ممكن تحطي في البطرمان الازاز. زي ما انتوا شايفين كده. وبرضو بيفضل معاكي بنفس الخضار ده. طريقة سهلة جدا، جربيه